السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة طبق العظمة ده، الاكل المصري الحرش الخطير. هنعمل البصارة على طريقة جدتي وامي. تمام. احنا البصارة ما بنحطلهاش ملوخية ناشفة، اللي هي الملوخية الناشفة احنا ما بنحطهاش، وما بنعملهاش طشة توم زي الصعايدة. تعالوا بقى شوفوها بطريقتي، والله العظيم جربوها خطيرة. اول حاجه انا كنت ناقعه الفول حوالي ساعتين، ولغايه لما بيطرى كده معاكي بحط عليه بصلايه مقطعها 4/4، نص او معلقه توم صغيره، نص معلقه توم صغيره. تمام. بنزل عليه بميه سخنه واسيبه يغلي مع بعضه من غير الخضره في الاول. تمام. صلوا على النبي يا بنات، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات، عمل ريم صغير قوي. ابتدي بقى اشيل الريم ده واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. الاكله دي خطيره 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 خطيره، اكله الزمن الجميل، اكله الناس الطيبه فعلا والله العظيم. جربوها يا بنات، طعمها حلو قوي ومفيده وكلها بروتين لان هو فول ومعاها خضره، فبصراحه خطيره. هنا بقى دي كانت خضره، بقدونس وشبت وكزبره، يعني حزمه من كل حاجه. ودوت كان حوالي ربع كيلو فول. نزلت بيها، انزل بمكعب مرق خضار وشويه كمون، معلقه صغيره كده، كتروش توابل قوي، شويه فلفل شويه ملح بس، ولا بقى توم بودره ولا بصل بودره ولا بابريكا ولا الحاجات اللي انا بشوفها دي. هي دي توابل البصاره. قلبي بقى عشان كله يخش في بعضه كده ويستوي مع بعضه. وزودت شويه ميه لاني حسيت ان انا عايزه شويه ميه، يعني بالنظر كده. تمام. هنا بقى كان خلاص بشوف مقدار الفول. اتركاه بقى وجربوها، قولوا لي ايه رايكم. شويه نعناع ناشف، يعني حبه صغيرين جدا، اقل يعني اقل من نص معلقه. هنا بقى نحمر مع بعض البصل، زيت سخن، ويكون زيت نوع نضيف مش زيت آلية، يعني عشان الزيت ده احنا هنطش بيه البصارة بعد ما هنضربها. والبصل انا حط عليه شوية ملح وبقليه وبحمره عادي، ولا بحط عليه نشا ولا بحط عليه دقيق. هو النشا والدقيق بيسرع من عملية التحمير، انما دي الطريقة الاصلية بتاعت امهاتنا، ولا بيحطوا ده ولا بيحطوا ده. هنا كنت بتأكد الفول استوت، لازم يبقى الفول مهري عشان يتضرب معاكي، اذا كان في الخلاط او بالهاند بلندر. تمام. هنا بقى خلاص كان استوى. ابتدي بقى اضرب بالهاند بلندر عادي، هيعمل معاكي ريم لان الخضره والفول ده طبيعي. بعد ما هتضربي شيلي الريم. انا بنات في مره عملت البصاره دي والله العظيم انا قعدت اضحك على نفسي، انا ما اعرفش كان فين عقلي. انا حطيت المكونات وعماله ازود في ميه، ازود في ميه، وفي الاخر عملتها لا في حاجه غلط، هي ليه سايبه مش عايزه تربط. افتكرت انا حطيت مقدار ميه زياده جدا، كان لسه بقى ابني الكبير ربنا يبارك في عمره ويخليه لسه صغير، وما كنتش نايمه بقالي اكتر من 3 ايام. واللي هو ايه، خلاص انا فعلا دماغي فاصله، انا بعمل الاكل وانا مش شايفه اساسا، وانا مش هحط فيها دقيق، يعني هي مش بشاميل عشان اعمل لها بدقيق، انا مش هحط دقيق. سبتها زي ما هي، جوزي جاي بياكل عملها فته، قلت له اعملها كانك بتاكل عدس، حط العيش فيها وكلها فته. يعني من ضمن الطرائف اللي بحب اعملها، كل ما بعملها افتكر الموقف ده. اضربي بقى لغايه لما تتاكدي ان كله كده اتضرب وكله بقى قوامه كويس. بصوا البصله هناك بتتحمر، خدوا بالكم عشان ما تغمقش، البصله لما بتغمق بتمر وبتبقى طعمها وحش. نبتدي بقى نشيل الريم كده زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى نطلع البصل اللي احنا نحطه على الوش، وهسيب شويه صغيرين بشويه زيت اطشهم. زي ما هو واضح قدامكم كده. حطي اللايك وانتي بتتفرجي لو لسه ناسيه، انا بفكرك اهو. بصوا بقى طشة الزيت دي، يا خرابي ريحه خطيره. ننزل بقى كميه البصل اللي احنا هنحطها، وابتدي اضرب تاني عشان انا مش عايزه البصل ده يبقى باين، انا عايزاه مضروب بس مش باين، يعني اخد نكهته وطعمه بالزيت، فاهمني؟ بس اضرب بقى لغايه لما البصل كده يبقى دايب معايا وما يكونش باين. وهسيبها على نار هاديه حوالي 10 دقايق.
لان انا ما بحطش فيها دقيق، انا بشوف ناس بتحط فيها دقيق، هي بتتقل منها في بعضها، لان هو ده فول يعني لما بيستوي بيتقل، فاهميني؟ لما كل ما بتبرد بتتقل. بصوا لونها اخضر وخطيره ازاي. وانا من الناس اللي ما بحبش اكتر فيها الخضره قوي، في ناس بتعملها بتبقى الخضره غامقه، بيبقى لونها غامق غامق قوي يعني مش اخضر خالص، يعني ده اللون الوسط. بصوا بقى قوامها تقيل ازاي بعد ما اتضربت. هي بالظبط 10 دقايق 5 دقايق وتقفلي عليها. بصوا يا بنات بقى لونها كانت لسه سخنه، بنبتدي بقى نصبها بالاطباق. حطيتها برده في الاطباق الاستانلس بتاعت جدتي ديت بتاعت زمان. تغرفي بقى كل طبق كده، او ممكن بولات صغيره على عدد أو افراد العيله يعني، كل واحد ياخد البوله بتاعته ياكلها براحتكم. ممكن طبق كبير وكلنا ناكل فيه مع بعض. العلبه دي يعني كانت رايحه يعني موديها لحد يعني، فحطيتها في العلبه فيها. بس طبعا استنيتها تهدى شويه عشان العلبه البلاستيك ما ينفعش تحطي فيها حاجه سخنه قوي، يعني خليتها هي اخر حاجه. ابتدي بقى احط البصل كده على الوش، ومش شرط لما يبرد، على فكره انا كانت هنا لسه يعني اول ما غرفتها، فعادي بتحطيها بالراحه مش بينزل ولا حاجه، لان هي قوامها كويس. لو سايب قوي هتشرب منك البصل. زي ما انتم شايفين اكله مفيده جدا 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 ومشبعه وموفره، يعني هي مش موفره بس موفره يعني، حلوه برضو وفيها بروتينات، الفول بروتين. بصوا بقى شكلها بعد ما بردت حاجه كده تفتح النفس بصراحه. هو المفروض نعمل جنبها بتنجان مخلل، بس انا يعني ما كانش عندي وملحقتش اجيب، فعملت الطماطم مخلله. بصوا بقى متماسكه وكريمي، مش ناشفه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير.